جماعة من مشاكلي في الحياة ان انا عندي افكار كتير قوي قوي بجد ببقى عايزة اعملها. يعني وانا نايمة كده بس بجد ببقى قاعدة بتخيل الله لو عملت كذا كذا في شغلي، الله لو انا قررت اعمل البروجكت الفلاني ولو عملته انا هحتاج، وبجد بفكر احسن بلاننج بجد او احسن افكار بتجيلي بجد وانا نايمة بالليل. وبجد معظم الحاجات بفكر يعني وانا قاعده بشتغل ساعات بيجيلي افكار وكده، فعملت نوت كده صغيره حطيت فيها كل الافكار اللي انا عايزه اعملها دي، وقررت ان انا عشان احاول اعملها محتاجه ان انا اعملها بلاننج واضح وصريح، ان انا احط الحاجات دي على تايم لاين معين في وقتي وفي يومي وفي اسبوعي وفي سنتي كلها عشان اقدر اوصل لها. وكمان من كتر ما انا كمان بتوتر ان انا ورايا حاجات كتير، والاي دي اتش دي كمان بيوترني قوي، بحس ان انا ورايا ايه، هو انا ناسي حاجه، هو انا كان في حاجه المفروض اعملها وما عملتهاش، فبقى مش عارفه ابقى اركز او اقرر انا ورايا ايه في يومي. فالموضوع برضه بيوترني، بيخليني برودكتيف اقل، وبيخليني بجد حاسه اني انكشس كده ودايما ورايا حاجه. فانسب حاجه ان انا اعملها ان انا ابني سيستمز لشغلي، وفي السيستم ده في حاجه بجد ساعدتني جدا وهي التايم بلوكينج. اهلا بيكم في الشانل بتاعتي، انا ماري نيكولا حداد، ودي الشانل بتاعتي Learn with ماري. بنتكلم على الفريلانسنج، ديجيتال ماركتنج، وبيرسونال براندنج، وازاي نبقى برودكتيف ونعرف ننظم وقتنا عشان نعرف نعمل كل ده. والنهارده هنتكلم على كونسبت التايم بلوكينج. قبل ما نتكلم اصلا عن كونسبت التايم بلوكينج، يعني ايه اصلا تايم بلوكينج؟ تايم بلوكينج يعني انا بيبقى عندي 15 حاجه عايزه اعملها الاسبوع ده، فانا بقرر ان حاجه رقم 1 و2 هعملهم يوم الاثنين ويوم من الساعة 1 للساعة 2. فأنا عملت بلوك أو وقفت وقت من يومي أو من أسبوعي عامة للحاجة اللي أنا عايزة أعملها دي. بيساعدني في حاجة اسمها إن أنا أبيلد هابتس، أو إن أنا أبني عادات صحية في حياتي. فازاي ابني عادات صحيه في حياتي، او ازاي اعرف اعمل بروجرس في حياتي عموما، ان انا ابقى ناجح، او ان انا اخس، او ان انا اخلص حاجه الفرح قبل ما اتجوز، اي حاجه عايزه اعملها، او ان انا اعمل حاجات صغيره فتبني بروجرس كبير. ده كان في كتاب Atomic Habits كان بيتكلم على انه ال 1% بروجرس في اليوم، فعلى اخر السنه تبقى عملت 365 حاجه للتارجت ده، بدل ما على اخر السنه تبقى عملتش ولا حاجه. فدي فكره Atomic Habits، ان small changes بتاكيوميليت وبتبان ان هي فيها تغيير كبير قوي قدام. فكره بقى التايم بلوكينج، في لو او قانون اسمه Princeton's Law، وهو اللي اخترعه او طلعه، بيقول فيه ايه: work will expand to fill the time allocated for its completion. يعني التاسك بتتمدد بالوقت المحدد ليها. فلو انت اديت لك تاسك دلوقتي ان انت تقعد تعمل مثلا assignment ليك في الجامعة، هتسلمه بكرة وهتقعد فيه اليوم كله، غير لو حطيت تاسك بتاعتك دي لمدة 4 ساعات وهتاخد بريك وبعدين تشتغل عليها ساعتين كمان، فهتخلصها في 6 ساعات بدل ما تقعد فيها اليوم كله. لكن لو انت عارف ان انت لسه الديدلاين بتاعك بكرة وقاعد تشتغل عليه لحد بكرة، هتقعد فيه وقت اطول من الطبيعي، لان انت ما اديتلوش وقت معين يخلص فيه. فطبيعي نبقى عارفين طبيعة الشغل اللي احنا بنعمله والوقت المعين اللي ممكن ياخده عشان يخلص فيه. ففكرة تايم بلوكينج ان انا بدي وقت معين للحاجة، وبدي وقت نسبيا منطقي اقدر اخلص فيه الحاجة دي، عشان ما اخدش وقت طويل فيها بعدين، وعشان ما سيبهاش تروح كده في وسط الحاجات والزحمه فافكس لها خالص وما اعملهاش اصلا. تاني حاجه، ليه اصلا بنعمل كالندر بلوكينج او ليه بنعمل تايم بلوكينج ده؟ اول حاجه بنعمل عشان التايم بلوكينج ده هو عشان نشتغل اسهل، مش عشان نشتغل اكتر. فانا بدل ما انا كنت بقعد في اليوم اعمل حاجتين، ممكن اقعد في اليوم اعمل 4 حاجات واخلصهم في وقت اقل، عشان انا بقيت قادر امانج التايم بتاعي واعمل تايم بلوكينج مظبوط. فهتلاقوا فيديو كامل بتكلم فيه عن ازاي الانتاجيه لما نيجي نعملها او نعمل تايم بلوكينج او نعمل كالندر او وقت نمشي عليه، ازاي نافويد ان احنا يكون عندنا مشاكل نفسيه ونحس ان احنا ستريسد من كتر الحاجات اللي ورانا. هتلاقوه هنا وهتلاقوه في الديسكربشن بوكس كمان. تاني حاجه نعمل تايم بلوكينج عشانها، وهي ان احنا ننجز اكتر في وقت اسرع وفي وقت اقل. فتعرف تلاقي وقت لحاجات اللي انت بتحبها، وتعرف تلاقي وقت لحاجات اللي انت عايز توصل لها، وتعرف تلاقي وقت لحاجات ما كنتش عارف تلاقي لها وقت قبل كده. فانت كنت مثلا تقول انا بجد ما عنديش وقت ان انا اروح اتمرن النهارده، ما عنديش وقت اصلا اروح اتمرن. فالتايم بلوكينج لما تيجي تظبط يومك كده وتشوف يومك ضايع في ايه وتشوف يومك ماشي ازاي، هتعرف تلاقي وقت allocated لموضوع التمرين ده. فهتريفولف يومك وتريفولف الوقت حوالين فكره ان انا عايز اروح اتمرن، فتقدر تاساين في وقتك وفي يومك حاجه انت كنت محتاج تعملها. لكن لما انت بتسيب كل حاجة تمشي كده بظروفها وتمشي يوم بيومه، فمهما كان نفسك تعمل حاجة هتحس انت دايما مشغول واوفروايمد وما عندكش وقت، في حين ان ده completely كذب، لان انت اصلا مش عارف ان تضيع وقتك في ايه.
سايب اليوم يمشي زي ما هو، فانت ما عندكش وقت تحط الحاجه دي لان انت فاكر انت مشغول وانت اكشلي مش مشغول. ثالث حاجه لما بنعمل الكالندر بلوكينج او التايم بلوكينج ده، بتحس ان انت ستريس ده اقل بكتير عشان مفيش حاجه واقعه منك. بتقعد في وقت تعمل لستة الحاجات اللي انت عايز تعملها الاسبوع ده، وبتحط لها وقت على الكالندر بتاعتك او في النوت بتاعتك او كده، فبتبقى مرتاح وانت شغال، مش حاسس ان في حاجه دايما ناسيها. تقعد بقى تعمل كده، هو انا كان ورايا ايه النهارده، وانا نسيت ده، بعدين حد يكلمك صح ده انا كنت المفروض ابعت له ده النهارده، فتقعد تتلهو وبتحاول تعمل الحاجه اللي وراك. ففكره التايم بلوكينج بتافويد الستريس ده، فبتحس ان انت مرتاح وعايش في سلام كده، ان كل حاجه ماشيه سموث وكل حاجه ليها وقت وكل حاجه هتتعمل، يعني هتتعمل وهتخلص وهتعيش يومك حلو فبتحس كده ايه ببيس لما بتعمل تايم بلوكينج وكالندر بلوكينج لنفسك مظبوط. في كتاب اسمه Deep Work بيقول a 40 hours time blocked work week I estimate produces the same amount of output as a 60 plus hour work week pressured without structure. يعني بيقول انه لو 40 ساعة شغل محطوطين بطريقة مظبوطة ومحطوطة بستراكتشر وكالندر بلوكينج مظبوط وعارف انت هتخلص ايه امتى، هتعمل نفس الشغل وشغل اكتر كمان من وقت شغل 60 ساعة ومش structured وملهمش وقت معين. يعني انت مثلا لما بتروح تشتغل فول تايم استحالة تكون بتشتغل ال8 ساعات كلهم فل، بنتلكع شوية بنعمل حاجات شوية. فانا عشان كده اصلا بالنسبة لي flexible working ده ألذ بكتير. ففكرة ان انت بتعمل الستراكتشر بتخلي الوقت اللي انت بتستهلكه في التاسكس بتاعتك اقل. فال 40 hours work او ال 40 ساعة شغل بستراكتشر مظبوطة ممكن يطلعوا شغل هو ال 60 ساعة شغل كمان. وقيس على ده بقى كل حاجة، فان انت ممكن تعرف تديليجيت حاجات لناس تانية، ممكن تعرف ايه الحاجة اللي بتاخد من وقتك كتير وبتديلها تايم بلوكينج كتير قوي عندك على الكالندر وتحاول تقللها، ايه الحاجات اللي ناقصة وتحاول تزودها فتوصل للالتيميت جول اوف being productive في وقت اقل. فكرة الستراكشر عامة بحس ان هي بتعمل بنية لشغلك، ان انت بتنظم الطريقة اللي هتشتغل بيها، بتعمل نفسك سيستم. بس فكرة البرودكتيفيتي عامة بحس ان هي ليها زي الترمومتر كده، يا اما you're too much productive وبتبقى كل في دماغك انا ازاي هنجز اللي ورايا وكده، وبتعمل كل حاجه في حياتك انت ازاي تبقى productive اكتر بكتير زي ستايل علي عبد العال مثلا. انا ده بيوترني جدا. وفي نفس الوقت في الاخر ان انت بقى مش productive خالص وحاسس لو ما يلا بينا وبتاع، فاحنا كده مش هنعمل حاجه خالص. فالمودريت productivity دي بحسها هي انسب طريقه ان الواحد يكون productive في يومه، عشان احنا في الاخر بني ادمين وعندنا مشاعر، وممكن الوقت ده تحس ان انت مش قادر تشتغل كويس فتحاول تظبط وقتك حوالين ده. ممكن انت كبنت عندك البيريد في الوقت ده وعايزه تعرفي تظبطي انتاجيتك على حسب البيريد بتاعتك، فمن حقك يعني لو انت عارفه ان البيريد جايلك الوقت ده اجلي الميتنجز، خدي اجازه. بدل ما كنت تاخدي اجازه في وقت البيريد وانت هتسافري، فاديكي عرفتي ان انت من دلوقتي ما تسافريش الوقت ده عشان هتبقي تعبانه وتسافري وقت تاني. this is actually time blocking and being productive وتعملي حساب قدام. ف this is a smart way of ان احنا نعمل كده. فالحته اللي في النص فالترمومتر اللي انا بقول عليه ده اسمه تايم بلوكينج ماري ستايل، عشان انا توصلت لستايل غير اللي كل العلماء توصلوا له على اليوتيوب. واليوتيوبرز ده بتاع حط كل حاجه على نوشن وحط كل حاجه على الكالندر. انا عملت سيستم لنفسي بالنسبه لي كان مريح جدا 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 عشان اقدر ابقى برودكتيف اكتر. اول حاجه عملتها وهي ان انا ثبت يوم في الاسبوع. اول حاجه عملتها ان انا ثبت يوم في الاسبوع وهو يوم السبت بالليل او لحد الصبح على حسب وقتي، اقرر فيه اكتب كده كل الحاجات اللي ورايا الاسبوع اللي جاي. بفضي دماغي، دي حاجه اسمها برين دامب، بفضي دماغي كلها على ورقه، اشوف كل الحاجات اللي انا عايزه اعملها الاسبوع اللي جاي، واشوف ايه الحاجات اللي المفروض اعملها على طول الشهر، وهل الحاجات الاسبوع ده انا عايزه اعملها هل هي بتفيد اللي انا عايزه اعمله لاخر الشهر ولا لا. وابتدي اخد الحاجات دي اللي عملت لها ليستنج واعمل تاني حاجه وهو ان انا احطها في الكالندر بتاعتي لوقتها المخصص ليها. فلو شغل مثلا انا عارفه ان انا average الworking time بتاعي من 10 الصبح لحد الساعة 4 أو 6، فأبتدي لو حاجة علاقة بالشغل أحطها في الوقت ده، ولو ليها حاجة علاقة بي أنا personally أحطها في الويك اند عشان أميك شور إن أنا عملت كل الحاجات اللي أنا عايزة أعملها. مشوار بنك، عايزة أدفع فاتورة كهرباء، عايزة أدفع
اي حاجه هبله، عايزه احجز دكتور، عندي حاجات في الشغل لازم اعملها، في كلاينت عايزه اكلمه وناسيه بقالي فتره عشان عايزه افولو اب عليه، احط كل ده في الليست بتاعتي واحطها في الكالندر بتاعتي كستيب 2. تالت حاجه بعملها بحط وقت على الكالندر بقفله تماما. الوقت ده بالنسبه لي بتاعي انا بس، هخرج فيه، هقعد ابص فيه في السقف، هنزل فيه، هروح اتمرن فيه، اعمل فيه اللي انا عايزاه. المهم ان ده الوقت بتاعي، وقت الولا حاجه. وقت الولا حاجه ده انا ببقى عارفه ان الوقت ده مريء، مش شغاله، مريء فاضيه. وبحط يوم في الاسبوع بميك شور ان اليوم ده 90% منه او 99% منه كمان ما فيهوش شغل خالص، وهو يوم السبت. ببلوك يوم السبت ده ان هو يوم بلا شغل، بلا اي حاجه عايزه اعملها. لو انا ليا مزاج اشتغل يوميا اشتغل، بس لو انا مش عايزه وعايزه اخد بريك فببلوك اليوم ده ان هو يبقى يوم البريك بتاعي. تالت حاجه بعملها عشان تسهل لي القصه دي، نزلت ابلكيشن اسمها تودوست. تودوست دي بحط عليها كل التاسكس اللي ورايا، وبحط لها وقت للاسبوع، وعامله لها كونكت بالجوجل كالندر بتاعتي، فبتحط لي المواعيد بتاعتي اوتوماتيكلي عليها على طول. ولما بخلص الحاجه دي بعمل لها تشيك ليست، فبقى شايفه كل اللي ورايا في وان تشيك ليست كده. وفي نفس الوقت بعمل ايه كمان، في نفس الوقت بلاقيها على جوجل كالندر فبفتكرها كل يوم الصبح. رابع حاجه بعملها ببقى فلكسبل جدا في فكره انا ماشيه على انهي ابلكيشنز او بكتب التو دو ليست بتاعتي ازاي. بقالي فتره اصلا بطلت اكتب على تو دو ليست لمده اسبوعين اللي فاتوا، عشان كان في حاجات كتير قوي ورايا، حسيت ان انا لو حطيتهم كلهم على الابلكيشن هبقى اوفر. فعملت نوت على الابل نوتس بتاعتي، حطيت فيها كل الحاجات اللي ورايا وقسمتها بير كاتيجوري او بير كل كلاينت لوحده انا عايزه اعمل له ايه، والحاجات اللي ليا انا كليرنر ماري ايه، والحاجات البيرسونال ايه. فالموضوع كان سهل ان الموضوع كله كان في حته واحده. ممكن كمان تستخدموا ابلكيشن زي جوجل كيب، تقدروا تحطوا عليها برضو فكره التشيك ليست دي عشان تساعدكم ان انتوا تبقوا مور برودكتيف. رابع حاجه عملتها وكانت اسهل حاجه برضو بالنسبه لي في الدنيا، ان انا عملت داونلود الابلكيشن بتاعه جوجل كالندر وير تو دو على موبايلي عشان تبقى اكسسبل ليا اي وقت، فاقدر اتشينج وابلوك التايم من عليها، ويبعتوا لي نوتيفيكيشن في يومي يفكروني بالحاجات اللي ورايا. وحطيت الحاجات المهمه على الموبايل سكرين بتاعتي من بره، ان انا اقدر اشوف الحاجات اللي ورايا من اول يوم الصبح. كل دي تيبس اند تريكس ازاي بعرف انظم وقتي بشكل ما يخلينيش ستريس. خليكم فلكسبل، ما تجوش على نفسكم، خليكم دايما فاكرين ان انتوا بتعملوا ده عشان تبقوا مرتاحين ومبسوطين اكتر في شغلكم، وتوصلوا لحاجات نفسكم تحققوها اكتر، مش عشان يبان ان انتوا جامدين وبيزي وما وراكوش حاجه طول اليوم. انا علي كيوتيوبر من اكتر الناس اللي اتعلمت منها ومن اكتر الناس اللي بحبها، بس خدت منه اللي يفيدني، ما مشيتش وراه وخلاص لمجرد ان هو حد مشهور وشاطر في شغله، فانا لو هو بيعمل كده انا لازم اعمل زيه. كل الكرييترز بيستخدموا نوشن، انا نوشن بالنسبه لي موتر جدا. هو كويس وتمام ليهم 100%، بس ما ينفعش معايا فجربوا. ولو انا قلته حتى ما ينفعش معاكم، اعملوا السيستم بتاعكم وقولوا لي عليه في الكومنتس. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.